في اماكن في العالم الجمال فيها مجرد غطا لسر مرعب. البحر الاحمر اللي بنشوفه مبهر بشعب المرجانيه اللي بتخطف العين هو نفسه الحارس الامين على قصص واسرار مرعبه حصلت في التاريخ. في قاع البحر اسرار لقصص بدات بفرحه الرجوع لارض الوطن وانتهت بصرخه مكتومه وكارثه شهد عليها التاريخ. وفي حلقتنا النهارده بنفتح الصفحه الاكثر الما في تاريخ مصر الحديث، صفحه مثلث الموت في صفحه من كتاب التاريخ. من شركة نقل صغيرة لحود بيحتكر أحلام المصريين. إزاي شركة السلام بقت هي المتحكم الأول لأرواح مئات الآلاف من الناس. بتبدأ القصة في الثمانينات ومن مجرد شركة نقل صغيرة لأكبر شركة في النقل البحري. الشركة دي ما كانتش مجرد وسيلة نقل عادية، دي كانت شريان الحياة لمئات الآلاف من المصريين. تخيلوا معايا الفترة دي طفرة الشغل في الخليج ومئات العمال المصريين والمدرسين اللي مسافرين علشان يبنوا مستقبل ليهم. وفي الوقت ده كانت الوسيلة الوحيدة والرخيصة كانت العبارات. كانت بتنقل الحجاج والعمال بين مصر والسعوديه كل يوم تقريبا، ومئات الناس بيركبوا العبارات دي. وبمرور الوقت الشركه كبرت وتوسعت لدرجه انها بقت بتملك اسطول كامل وبقت هي المحتكر الفعلي للرحله دي. ومع كل قرش زياده بيدخل جيب الشركه كان في تغاضي اكبر بيحصل معاه، تغاضي عن الصيانه وعن عمر الافتراضي للمراكب وعن ارواح كتير من البشر. 20 سنه خبره في البحر لطريق مختصر للموت. وتحصل الكارثه، وبالتحديد في 14 ديسمبر 1991 عباره سالم اكسبريس طالعه من جده وعليها مئات المصريين وبعض الجنسيات التانية من اهالي وحجاج وعمال شايلين هدايا لاهاليهم وشنط فيها لهفه الرجوع للوطن. وعلشان تعرف اكتر عن العباره دي لازم تعرف ان قبطان العباره كان راجل خبرته في البحر تعدي ال 20 سنه، حافظ البحر زي كف ايده، وعلى الرغم من الخبره دي قرر يختار طريق مختصر. وده طبعا لانه كان عايز يوصل بدري، وده علشان يريح البحاره اللي معاه او يمكن عشان يلحق رحله تانية. وقرر ياخد مخاطره ما يعملهاش شخص مبتدئ ويمشي في طريق مختصر بين الشعب المرجانيه في منطقه هندي مان. والمؤسف ان كل الشركات العالميه كانت بتحذر من الطريق ده، ويقرر القبطان يطلع بالعباره والناس في الكباين نايمه، واللي فارشين في الممرات كانوا بيحلموا باللحظه اللي هيشوفوا فيها الشط. وفجاه يحصل صوت اصطدام معدني مرعب، المركب خبطت في التلال المرجانيه، والضربه دي ما كانتش مجرد خبطه، دي شقت السفينه نصين. 7 دقايق بس كانت كافيه انها تمحي 476 بني ادم من على وش الارض. تخيل تصحى من نومك تلاقي الميه هي اللي بتغطيك، وبالتحديد الساعه 11 بالليل تدخل الميه الجراج وتبدا العباره تميل. الناس نايمه وفجاه مع صوت انفجار مكتوم يختل التوازن. والحقيقه ان بسبب تصميم العباره السيء كانت الميه دخلت الجراج في العباره. تخيل معايا الرعب، ناس صاحيه من النوم بتجري في طرقه ضلمه وامواج من الميه وراهم. والكارثه الحقيقيه هنا ان ما كانش في اطواق نجاه تكفي العدد الموجود اصلا. وفي خلال 7 دقائق تغرق عباره سالم اكسبريس بكل اللي فيها. واللي نجوا حكوا قصص من فظاعتها ما يصدقهاش عقل. ابن بيسيب ايد ابوه في وسط البرد الشديد في البحر، والاب بيحكي انه فضل ماسك ايد ابنه لمده ساعات في الميه البارده، والولد بيموت من البرد بين ايديه. وام بتوصي بنتها قبل ما الموج يسحبها وتغرق العباره وتوصل قاع البحر وهي شايله اهالي وناس واطفال نايمين في احضان اهاليهم. ويروح ضحيه العباره اكتر من 476 بني ادم. ويتعاد السيناريو من تاني بس الكارثه كانت مضاعفه. بمرور السنين شركه السلام اتوسعت اكتر واكتر، وبدل ما الشركه تتعلم من اخطائها كانت بتمضي على غلطه وكارثه كبيره. وبدات الشركه تشتري عبارات قديمه من اوروبا متهالكه جدا. والحقيقه ان المراكب دي في الاصل مصممه لرحلات قصيره جدا في بحار هاديه في اوروبا، رحلات مدتها 2 ساعتين بالكتير. والعبارات دي كانت بتعدي قدام عيون المسؤولين من غير اي مسؤوليه منهم، وبتاخد تصاريح على حالتها دي. والحقيقه ان التراخيص دي كانت امضاءات لمصير الموت المحتوم. 15 سنه من تراكم الاخطاء بعد عباره سالم اكسبريس، و15 سنه من الاسترخاص والاهمال في ارواح البشر. ونوصل لليله 3 فبراير 2006 ومن ميناء ضبا في السعوديه لسفاجه، وتطلع عباره السلام 98 وعليها اكتر من 1400 بني ادم، يعني اكتر من قوه تحملها بكتير. والحقيقه ان المسافه اللي قطعتها كانت اكبر من قوه تحمل السفينه اصلا، وانها تقطع المسافه دي في بحر مفتوح وعواصف شديده كانت كفيله انها تحصل كارثه. 1400 بني ادم على وسط مركب متهالكه في وسط عواصف وبحر هايج، كان انتحار معلن. المركب كانت شايله اوزان فوق طاقتها بكتير، والمسافه كانت بتضغط على المحركات المتهالكه. الجو سيء جدا ورياح وعواصف. في اليوم ده بعتت كل السفن المجاوره تحذر من الاقلاع بسبب اضطراب الجو، وتقفل السفن كل اجهزه اللاسلكي، لان من الطبيعي محدش هيخاطر في الجو ده ويطلع بالسفينه. وتيجي الساعه 11 نفس التوقيت اللي حصل فيه كارثه سالم اكسبريس، وفجاه دخان اسود بدا يخرج من غرفه المحركات وحريق يولع في قلب السفينه. وفي اللحظه دي سيد عمر وهو قبطان السفينه كان قدامه خيارين، يا يرجع ميناء ضبا وهو لسه قريب وينقذ ارواح الناس، او يكمل في المغامره الانتحاريه دي. والطبيعي ان كان يختار انه يرجع، بس للاسف ما حصلش. والسبب كان التعليمات، ولانه كان خايف على سمعه الشركه. وعلشان يكمل الاهمال فكان الحل اللي استخدمه هو وطاقم السفينه علشان
يطفوا النار دي كان هو السبب في الغرق اصلا. استخدموا خراطيم ميه بضغط عالي علشان يطفوا النار، فالميه اتجمعت في الجراج والسفينه مالت 20 درجه، وبدل ما يبعت استغاثه فوريه قعد يطمن الناس ويحاول يسيطر على الوضع. وفجاه وفي اقل من 10 دقائق المركب اتقلبت وبقت قبر حديدي لاكتر من 1033 بني ادم. والمؤسف ان القبطان كان اول واحد ساب السفينه وطلع بمركب نجاه وساب الناس تواجه الموت لوحدها. والشركه كانت بتقول المركب مختفيه من على الرادار، بس في وقت كان مئات من الناس بتتاكل من القروش وبتموت في عز البرد وسط الصريخ والرعب وضلمه البحر، المركب اتقلبت زي لعبه اطفال وسط البحر. وعلى بعد 56 ل 90 كيلو متر من ميناء سفاجه هي موجوده، وحاليا في غواصين بينزلوا لاعماق البحر الاحمر علشان يشوفوا حطام العباره اللي لسه راقده في مكانها لحد النهارده. وبين الممرات الضلمه بقايا هدوم وجزمه لطفله صغيره وهدايا لسه ما وصلتش لاصحابها. وتفضل حطام عباره السلام 98 في اعماق البحر ساكنه وسط البرد علشان تكون شاهده على اكبر الكوارث البحريه في تاريخ مصر الحديث، وان الاسترخاص في ارواح البشر هو الجريمه اللي التاريخ ما بيسامحش عليها ابدا. وعلشان تفكرنا ان الاهمال مش مجرد غلط، دي جريمه بتحصل لما بنغمي عينينا عن الحقيقه ونسترخص في ارواح البشر. والسؤال هنا، تفتكروا هل البحر الاحمر لسه مخبي في اعماقه اسرار محدش يعرفها؟ وما تنسوش تشاركوني ذكرياتكم عن اليوم ده لو لسه فاكرين. انا عبد الله الشامي، واستنوني في صفحه جديده من كتاب التاريخ.